سأكون رحيما مع شباب الوزداد. هذا لا يعني أني سأبرر الهزيمة بسداسية، ولكن هل زرت القاهرة؟ هل ذهبت إلى المركب الذي يملكه النادي الأهلي؟ مركب بحجم مدينة من أكبر المدن هنا في الجزائر. هل شاهدت ما الذي يملكه النادي الأهلي داخل هذا المركب؟ هل تعلم أن النادي الأهلي لديه أسهم في البورصة العالمية؟ لا يمكن أن تقارن شباب الوزداد الذي لا يملك حتى ملعبا يتدرب فيه وملعبا حقيقيا يستقبل فيه، نادي يستقبل على العشب الاصطناعي في ملعب 20 أوت. تقارنه بنادي مثل الأهلي الذي يلعب دائما الآن لا يستقبل في 20 أوت. نعم معليش أنا نضرب إلى وقت قريب جدا. إلى تقارنه بنادي اسمه الأهلي، هو أحسن نادي في إفريقيا في التاريخ، وهو واحد من أقوى الأندية في العالم، مشارك منتظم في كأس العالم للأندية، كأس القارات الأخيرة خرج بمحض الصدفة والحظ بضربات الجزاء أمام باتشوكا الذي أظهر أنه كان ضعيفا جدا مقارنة بالأهلي في المباراة النهائية. لذلك يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها، يجب أن نعترف بأننا ضعاف جدا 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 وبعيدون جدا 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 بمسافات فلكية عن المستوى الذي يتواجد فيه الأهلي والزمالك وأندية كبيرة مثل الأندية الجنوب إفريقية. أنا رحت الجنوب إفريقيا وشفت المركبات تاع الأندية الجنوب إفريقية، عالم آخر أخي العزيز في عام 2013. يعني الآن عندها 11 سنة تقريبا 12 سنة. هذه الأندية ستكون قد تطورت أكثر ومركباتها قد تطورت أكثر. لذلك لا يجب أن نحمل شباب الوزداد فوق طاقته. صحيح لا نتقبل خسارة مثل هذه. هل خدعنا بالألقاب المحلية الكثيرة التي فاز بها شباب الوزداد؟ اللقب المحلي محمد، أنت تملك بطولة من أضعف البطولات في إفريقيا ومن أضعف البطولات في العالم. أن تكون بطلا، أن تتوج بطلا في الجزائر، هذا لا يعني شيئا على المستوى القاري، وحتى ربما على المستوى الإفريقي، على المستوى العربي لا يعني شيئا. بطولات عربية أقوى منا بمراحل، أقوى منا بكثير. إذا لم نعترف بهذه الحقيقة فلن نستطيع أبدا في المستقبل القريب أو البعيد أن نصل إلى مصاف الأندية الكبرى في إفريقيا، وأن نحلم بمقارعة أندية مثل النادي الأهلي المصري. وأيضا النادي الأهلي المصري محمد يملك أكثر من لاعبين أو 3 لاعبين دوليين ينشطون في صفوف المنتخب المصري، منهم الإمام عاشور، حسين الشحات. عندهم العديد من الأندية أعمدة في المنتخب المصري. حتى سياسة التكوين والسياسة التي يتبعها الأهلي محمد، لكن كل هذا قلت أنا لا أبرر. أمين صح، ما تقدرش تقارن فريق ما عندوش ملعب وما عندوش وين يدرب مع النادي الأهلي.